بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نواصل في قراءة كتاب دراسة في سوسيولوجيا الإسلام لعالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الورزي رحمه الله. الفصل السادس: علي ومعضلة الإسلام. أعتقد أنه لا يمكننا أن نفهم التشيع خصوصا ومعضلة الإسلام عموما ما لم نفهم بصورة كاملة الشخصية الفريدة لعلي. يرى العديد من الكتاب العرب المحدثين أن النواة الأولى التي تكونت حولها أول فئة شيعية تمثلت في الإيمان الراسخ أن عليا هو من استحق الخلافة بعد الرسول. في الواقع يمكن اعتبار علي نواة التشيع اليوم أيضا، إنه إمامهم الأكبر وقديسهم الأعظم، وحتى نصف إله بالنسبة للبعض منهم. لربما يسأل السائل هنا: ما هي الميزات التي اختص بها علي فكانت السبب وراء نشوء هذه الظاهرة؟ هل كان مجرد مرشح لخلافة النبي كسائر المرشحين الذين ملأ تنافسهم على السلطة تاريخ الإسلام بالحروب الأهلية، أم أنه كان مختلفا عنهم؟ في رأيي إنه كان فذا فريدا في كثير من الملامح شخصيته. أعتقد أن معضلة الإسلام وصلت بهذه الشخصية الفريدة واحدة من أعلى قممها إن لم تكن أعلاها جميعا. لا يمكننا تصوير النزاع بين المثالية والواقعية بقصة أفضل من قصة حياة علي. لقد وضعت مقاليد إمبراطورية هائلة بيد أعظم شخص مثالي لم يأبه لإملاء النفعية أو ضرورات الحلول الوسطى. كانت مثل الإسلام العليا دليله الوحيد، بينما كان المجتمع المسلم في ذلك الوقت بعيدا كل البعد عن تلك المثاليات. يصفون إياه سايكس قائلا: يبرز علي بكونه الخليفة ذا النبل الرفيع والهمة العالية التي لم يستطع محيطه أن يستوعبها. لقد رفض أن تقوده إملاء النفعية، فلم يكن نتيجة ذلك صنوا لغريمه الداهية الماكر معاوية، الذي لا يستنكف أن يهبط لأدنى مستوى ويستخدم أي وسيلة إجرامية من أجل الوصول إلى غرضه. إن إصراره الصلب على النزاهة جعله مكروها جدا من العرب الجشعين الذين نهبوا خيرات الإمبراطورية، ولكن نزاهته التامة وتفانيه لمثله العليا مقرونا ببساطته وأخلاقه التي لا تعرف التكلف جعلت منه الشخصية الأكثر إشراقا. إذا أردنا أن نعطي صورة كاملة للمعضلة التي بلغت ذروتها في خلافة علي رضي الله عنه، فلا بد أن نرجع إلى بداية القصة، أي إلى الوقت الذي غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الإسلام بعد الهجرة إلى نظام سياسي ديني. كما أسلفنا، كان يجب أن نتوقع ظهور المعضلة في ذلك الوقت الذي لم يعد بالإمكان أن تقترب فيه المثل العليا للدين من مصالح الدولة دون بعض الخلاف أو التضارب. يبدو أن هذا كان العامل الذي أدى إلى الكثير من التغيرات في تشريعات النبي بعد الهجرة، وبدأت مصطلحات الناسخ والمنسوخ بالرواج في المدينة. يمكن أن يشير إيجاد الناسخ والمنسوخ إلى أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يمكن من خلاله الجمع بين المثالي والواقعي. قد يكون من الصحيح أن نقول إن المعضلة لم تنشأ حينها لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان النبي والحاكم في الوقت ذاته، أو بكلمة أخرى الكاشف للمثال والممثل للواقع أيضا. إضافة إلى ذلك، لم يكن هنالك من مصلحة دنيوية يمكن أن تفسد المثل العليا للدين. في الواقع كان محمد صلى الله عليه وسلم مهتما بحراكه السياسي والاجتماعي، وساعده على ذلك المؤمنون الذين اعتنقوا الإسلام منذ البداية لأغراض دينية بحتة. من المحتمل أنهم كانوا منهمكين جدا بحماستهم الدينية إلى درجة أنهم نسوا مصالحهم الدنيوية إلى حد ما، والتي يمكن أن تنحى جانبا بصورة مؤقتة على الأقل بتأثير وإرشاد نبيهم الحبيب. يمكن أن يصح الشيء نفسه بدرجة أقل في زمن الخلفاء الذين جاءوا بعد الرسول. يرى بعض المستشرقين على كل حال مثل فيدا ولامانس وكيتاني أنه حتى الخليفتين الأولين كانا بعيدين عن المثل العليا للإسلام، ولكن شخصيتهما المحترمتين منعت المسلمين من رؤية التضارب بين المثال والواقعي. يرى هؤلاء المستشرقون أن التضارب حدث خلال عهد الخليفة الثالث عثمان. أعتقد أن الخطوة الأولى التي قادت إلى ظهور معضلة الإسلام وقعت قبل ذلك بقليل، أي في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلال زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأت كميات هائلة من الغنائم تصب في المدينة،
نتيجة الفتوحات الإسلامية للهلال الخصيب مصر وبلاد فارس. اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول على تقسيم عوائد الدولة بصورة متساوية بين المسلمين، ولكن عمر رضي الله عنه بدأ بتوزيع تلك العائدات بصورة غير عادلة، معطيا كل واحد حسب فضله وسبقه في الإسلام. يبرر الخليفة عمر رضي الله عنه هذا التقسيم غير العادل على أساس أنه يجب أن لا يضع من قاتل مع الرسول على قدم المساواة مع من قاتل ضده. يمكن أن يبدو هذا الشيء مجرد معاملة تفضيلية، ولكن الخطر يكمن في حقيقة أن المثالية والرخاء المادي لا يسيران يدا بيد. تميل المثالية كما بينا من قبل إلى أن تكون ميزة من ميزات المحرومين والطبقات المضطهدة، فما أن ترتفع هذه الطبقات إلى مكانة جديدة لا تستشعر فيها القهر، نجد أن موقفها إزاء المثل العليا السابقة يصبح مختلفا. يبدو أن يانغر يحمل الرأي نفسه خلال مناقشته لمعضلة الدين، كما تتمظهر في الصراع بين المثالية والواقعية. يشير يانغر إلى أن الناس المثاليين الذين يتمسكون بقيم دينهم المثالية ويرفضون بإصرار أن يتلوثوا بالأمور الدنيوية هم من أقل الفئات امتيازات في المجتمع، وبالتالي فهم ينكفئون عن العالم. إنهم يرون أن أفكار الدين يمكن أن تدوم من خلال التحرر من تأثيرات القوى الدنيوية، فهم بذلك يشكلون أنفسهم في كتلة دينية بحتة. يوجد حسب رأي ينجر أشخاص متشائمون في نظرتهم للمجتمع، يعتقدون أن هنالك شرورا متجذرة فيه يجب على المرء أن لا يعقد الصلح معها. أما الفئات الواقعية التي تنسع إلى موائمة مثلها العليا مع المصالح الدنيوية السائدة، فهي تبري بلاء حسنا نسبيا في توزيع المادة والسلطة على مجتمعاتها. ولذا فأظن أن التسويات هي في كل الأحوال ليست حاسمة، لأن تلك الفئات تؤمن بصورة طبيعية بأنه لا يوجد شر متجذر فيما يتعلق بالمجتمع الذي يعاملهم بصورة جيدة جدا. أرى أن البذرة الاجتماعية التي نمت عنها معضلة الإسلام تكمن هنا. إن تلك المعضلة جاءت نتيجة الغنائم الهائلة التي انهمرت في جيوب المؤمنين، وغيرتهم بالنتيجة إلى فئة مزدهرة تنزع إلى التسويات بدلا من التصرف بمثالية. يبدو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه أدرك العواقب الاجتماعية للطراء الذي وقع على المؤمنين، فقد بكى عندما رأى الغنائم الكبيرة التي جاءت من فتح بلاد فارس، وقال لأحد أصحابه المقربين: ألا إن الله لا يعطي هذا لقوم دون أن يجعل فيهم العداوة. أما الخطوة الثانية التي قادت إلى ظهور المعضلة فقد حصلت في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قال عنه غيلمان بأنه اختلف في شخصيته عن سابقيه، فقد كان مولعا بالثروة، هزيلا وضعيفا، محابيا لأقربائه بالرغم من أن أقربائه الذين قربهم كانوا أعداء لدودين للإسلام، وكان يفتقر إلى القدرة على استمالة رعاياه وتشجيع الوحدة بينهم. بدأ عثمان رضي الله عنه بإهمال الذين قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيمه لغنائم الحرب، قالبا الكفة لصالح من قاتل ضده الأمويين، لا لشيء سوى أنهم أقرباؤه المقربون. وقد نشأ موقف خطير جراء ذلك، فالفئة الأولى لم تسكت وبدأت بتأجيج الرأي العام ضد محاباته، مدعين أنها لا تتماشى وروح الإسلام. وكتب عدد من الصحابة السابقين رسائل إلى كل أصقاع الإمبراطورية قائلين: إن أردتم الجهاد فهلموا إليه، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم قد أفسده خليفتكم. طارت الجموع في النهاية ضد عدم عدالة الخليفة، فحاصروا الخليفة في داره وقتلوه، ولكن النتيجة لم تكن بالحسن الذي توقعه الصحابة، فالخليفة الذي اختارته الجموع كان مختلفا عن عثمان رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أيضا، فقد قسم عائدات الدولة ليس حسب السبق في الإسلام ولا حسب رغباته الشخصية، بل كان يرى جميع المسلمين متساوين في نظره. وهنا يتحدث المؤلف عن علي رضي الله عنه أنه اختلف عن السابقين، فرجع إلى تقسيم الثروة بالتساوي بين المسلمين. أدرك الصحابة في النهاية أنهم ارتكبوا خطأ فادحا، فقد حرضوا الناس على قتل الخليفة الذي يكرهونه، ولكنهم لم يرشدوهم لاختيار خليفة محبوب. لقد أوجدوا قوة لا يستطيعون السيطرة عليها،
يبدو لي أن هذا هو نزعة جميع الثورات تقريبا، إنها عادة ما تبدأ بتأثير فئة ذات امتيازات ضد أخرى، ولكن ما أن تنتبه الفئة الفقيرة إلى وجود الظلم فإنها ستقاتل في النهاية ضد الفئتين صاحبتي الامتيازات. إن الأمر كما لاحظنا من قبل ليس مجرد مسألة وجود الظلم الذي يقود إلى الاستياء بين الطبقات المقهورة، ولكن انتشار الاعتقاد بينهم بأنهم مظلومون هو الذي يقود إلى الاستياء، وهذا بالضبط ما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه. لذا طارت الجماهير ليست ضد الخليفة وأقربائه حديثي الثراء فحسب، بل وضد أي نوع من أنواع المعاملة التفضيلية. لذلك اختارت الجموع عليا خليفة رضي الله عنه خليفة جديدا، لأنه الشخص الوحيد الذي كان يرمز إلى مثل الإسلام العليا في نظرهم، أي تساوي وأخوة جميع المسلمين. ربما نبالغ إذا قلنا إن الحلم المثالي لأفلاطون في حكم الفيلسوف تحقق عندما اختير علي رضي الله عنه لخلافة الإمبراطورية الإسلامية، غير أن عليا أثبت إخفاقه الكامل كما فشل أفلاطون من قبل بزمن بعيد عندما طلب منه طاغية سيراكيوس أن يقيم دولته حسب مبادئه المثالية. يقول نيكولسون عنه: لكن علي رضي الله عنه امتلك جميع الفضائل والخصال ما عدا خصال الحاكم: الحيوية والقرار والرؤية والتبصر. لقد كان محاربا مغوارا ومستشارا حكيما وصديقا وفيا وخصما شهما، وتفوق بالشعر والفصاحة فشاعت أشعاره وأقواله بين جميع أهل المشرق الإسلامي، إلا أن بعضها قد لا تكون حقيقية بالرغم من روحه المرهفة الجديرة بالمقارنة بمونتروس وبايرد، إلا أنه لم يمتلك الموهبة التي تتطلبها الوقائع القاسية للرئاسة، فتفوق عليه غرماء تجردوا من المبادئ والفضيلة يعرفون أن الحرب فن الخدعة، لذا لاقت مسيرته الإخفاق. في رأيي أن عليا لم يخفق لافتقاده الرؤية أو القرار كما يقول نيكولسون، إنه أخفق بسبب مثاليته المفرطة. يوجد نوعان من القيم المتميزة التي لا يمكن الجمع بينهما كما يوضح فوايس: قيم من نوع معين لا يمكن إدراكها إلا بفناء قيم أخرى من نوع آخر. لذا كان علي رضي الله عنه علي إما أن يتمسك بقيمه الدينية التي لا يشك أحد بإخلاصه لها ومعاداة الفئات التي تبحث عن المصالح، أو يهتم بالسلطة ويضحي بتلك القيم في سبيلها كما يقول جورج سول: فإن كل امرئ يجعل من السلطة معيارا رئيسيا للعمل يخاطر بضياع القيم الأخرى. يخبرنا ابن خلدون: سأل رجل عليا رضي الله عنه: ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك. يحاول ابن خلدون أن يفسر معنى كلام علي حسب نظريته الاجتماعية الخاصة بالعصبية أو روح القبيلة. لم تكن العصبية في رأي ابن خلدون ذات أثر كبير في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، فلا زال المسلمون تحت تأثير خوارق الإعجاز التي ارتبطت بحياة النبي من الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم وتردد خبر السماء بينهم. ولكن بالتدريج، يقول ابن خلدون، بدأ الناس بالعودة إلى عاداتهم القديمة وعصبيتهم ونسوا المثل الدينية العليا، فلم يعد الناس يتذكرون إعجاز النبي ولم يعد الضمير الديني ذا قيمة. إن رأي ابن خلدون هنا يمثل بالطبع وجهة نظر البدو حول هذه القضية الجدلية. إن ابن خلدون يتخذ موقفا إيجابيا من معاوية في كل أجزاء مقدمته، ويحاول أن يعتذر نيابة عنه بطريقة أو بأخرى. يرى ابن خلدون أن معاوية لم يقاتل عليا لمصالح دنيوية أو لدعم مصالحه الشخصية، إنما دعاه للقتال وعصبية قبيلته وجميع القبائل التي تقف خلفه، وهو الدافع الذي لم يكن باستطاعته مقاومته، فإن لم يستجب لدافع العصبية فيه لأخذ مكانه قائد آخر، ولربما أثر ذلك سلبيا في مستقبل الإسلام. فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مهمة فلم يعهد فيها، ثم تدرجت الأهمية زمان الخلافة بعض الشيء فيما دعت الضرورة إليه في الحماية والجهاد وشأن الردة والفتوحات، فكانوا بالخيار في الفعل والترك كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه. ثم صارت اليوم من أهم الأمور الألفة على الحماية والقيام بالمصالح، فاعتبرت فيها العصبية التي هي سر الوازع عن الفرقة والتخاذل ومنشأ الاجتماع والتوافق الكفيل بمقاصد الشريعة وأحكامها. بالرغم من تحيزه، يقدم لنا ابن خلدون في هذا السياق العامل الذي لعب الدور الأساسي في التاريخ الاجتماعي للإسلام خلال خلافة علي رضي الله عنه وما بعدها.
يتفق أحمد أمين مع ابن أبي الحديد في أن واحدا من أهم أسباب إخفاق علي رضي الله عنه تمثل في حقيقة أنه عامل جميع أصناف الناس بالسوية. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يفضل شريفا على مشروف، ولا عربيا على عجمي، ولا يصانع الرؤساء وأمراء القبائل، فكان هذا السبب الأكيد في تقاعس العرب عنه. أما معاوية فكان على النقيض من علي رضي الله عنه. يخبرنا أوزبورن أن معاوية لم يتردد في استخدام أي وسيلة يعتقد أنها مفيدة للوصول إلى غايته القصوى وهي الخلافة. نصح بعض أصحاب علي رضي الله عنه أن يفعل ما يفعله معاوية، ولكنه رفض ذلك باستمرار قائلا: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ يقول هيوارد: كان علي رضي الله عنه ورعا جدا، قد أمات شهوات نفسه، فنراه يشد الحجر على بطنه ليتخلص من ألم الجوع، بينما يبذل كل ما لديه بالصدقات. لم تغره الدنيا بغرورها، وكان دائم القول: الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فمن أراد الجيفة فليصبرن على مخالطة الكلاب. ويقول: طوبى لمن ترك الدنيا وسعى للآخرة، وعندما مات لم يترك سوى 600 درهم. قد يصح أن نستنتج هنا أن الصراع بين علي ومعاوية كان يمثل الصراع قد يصح أن نستنتج هنا أن الصراع بين علي رضي الله عنه ومعاوية كان يمثل الصراع بين المثالي والواقع في الإسلام. في الواقع إن الاتحاد المؤقت الذي حصل بين الواقع والمثالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأوائل لم يعد ممكنا، إنما كان يخشاه الخليفة الثاني نتيجة تركز الثروة في أيدي المؤمنين وقع أخيرا، فكان لابد أن يظهر الصراع بين الظالم والمظلوم، وبين الفقراء والأغنياء، عاجلا أم آجلا. مثلت خلافة علي رضي الله عنه نقطة التحول في تاريخ الإسلام. هنا وقفت المثل الدينية ضد المصالح الدنيوية وجها لوجه في تشكيلة واضحة. تخبرنا واحدة من القصص المشهورة بين المسلمين اليوم والمتعلقة بالحرب بين علي رضي الله عنه ومعاوية أن واحدا من المتفرجين المحايدين للحرب أجاب عندما طلب منه أن ينضم إلى أحد الطرفين قائلا: الصلاة خلف علي أتم، والأكل مع معاوية أدسم، والوقوف على التل أسلم. تعطينا هذه القصة بالرغم من الشك في صحتها صورة عما كان يجري في ذلك الوقت أوضح من أي معلومات تاريخية مؤكدة. إنه من الصعب بالفعل على القائد أن يمد أتباعه بصلاة حقيقية وطعام شهي في الوقت نفسه. فلنقتبس من فون وايس الذي يقول: لا بد أن تكون الكنيسة نمطا تعدديا يخدم الأهداف الاجتماعية أو مقاما يعبد عنده الإله. إنها إما الجهد الذي يبذل من أجل إجبار الآخرين على تنمية مواقف معينة وبالتالي جمعهم سويا في وحدة المعتقد والسلوك، أو توجيه المنهكين والمرهقين على طريق الخلاص من عبء الفناء الثقيل. إن الثنائية التي كان يتميز بها المسيح بين هذه الدنيا والآخرة لا زالت صحيحة لدرجة ما. لا يستطيع المرء أن يفوز بكلا الأمرين في الوقت نفسه. محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كشف عن الفكرة نفسها عندما كان يدعو في مكة: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. صحيح أن عليا خسر هذه الدنيا، إلا أنه حقق انتصارا عظيما إذا نظرنا إلى القضية من الزاوية المعاكسة. يقول نيكولسون: خلال قرن من موته غدا الناس يعتبرونه خليفة الرسول بالنص الإلهي، شهيدا مباركا معصوما لم تدنسه الذنوب، بل اعتبره البعض تجسدا للإله. إن عليا أسطورة الشيعة، ليس شخصية تاريخية ممجدة، بل إنه يرمز بصورة أسطورية إلى التطلعات الدينية والأهداف السياسية لشريحة واسعة من العالم المسلم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو رأي السنة في علي رضي الله عنه وصراعه مع معاوية؟ يواجه السنة واحدة من أكثر القضايا العقائدية لديهم جدلا، والتي تحتاج إلى تبرير على أساس ديني. إنهم لا يستطيعون إدانة علي، لأن لا أحد يشك بتقوى وإخلاص علي رضي الله عنه لدينه، ولا يستطيعون أيضا أن يدينوا معاوية، لأنه في الواقع حكم كخليفة على رقاب المسلمين، والمعضلة تبدأ من هنا. كان الحسن البصري وهو واحد من الفقهاء الكبار ينتقد عليا رضي الله عنه على أساس أن المسلمين قاتلوا بعضهم خلال خلافته لأول مرة في تاريخ الإسلام، غير أنه غير رأيه حول علي رضي الله عنه حينما تقدم في السن قائلا: رحم الله عليا، إن عليا كان سهما لله صائبا في أعدائه، وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رهباني هذه الأمة، لم يكن لمال الله بالسروقة ولا في أمر الله بالنوم. أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه، فكان منه في رياض منقة وأعلام بينة. ذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لابد أن ننسى هنا أن الحسن البصري لا ننسى هنا أن الحسن البصري توجه بصورة قوية خلال سني
سني عمره المتأخرة إلى الزهد وربما التصوف. في الواقع إن المتصوفة يعدونه واحدا منهم. نصل هنا إلى نقطة وثيقة الصلة بالجدل الشيعي والسني بالخصوص وبالصراع المثالي والواقعي على وجه العموم. تتمثل هذه النقطة في السؤال التالي: ما هو التصوف وما هي علاقته بمعضلة الإسلام؟ يرى البروفيسور براون أن التصوف هو منظومة غنوصية تؤمن بوحدة الوجود مثالية إلهية. أطلق مصطلح المتصوف في العصور المتأخرة على الزهاد والمتقين الذين كانوا يشبهون الكويكرز الأوائل في بريطانيا، حيث جعلوا بساطة ملبسهم السمة البارزة لاعتراضهم على البذخ المتزايد لأهل الدنيا. في رأيي على كل حال فإن التصوف سمة أخرى من سمات المثالية بالإضافة إلى التشيع، والتي تطور كردة فعل إزاء النزع الواقعي للإسلام التقليدي. أعتقد أن الاختلاف بين التشيع والتصوف يكمن في حقيقة أن التشيع هو رد فعل جماعي بينما التصوف هو رد فعل فردي. يورينا واك وهو عالم اجتماع أديان أن رد فعل مثالي أو ما يسمى الاحتجاج على الميل الرئيسي للتطور في أدينة ما يكون على شكلين، إما جمعي أو فردي، حيث ينتمي التصوف أو الزهد في رأيه إلى النمط الفردي من ردة الفعل. أعتقد أن التشيع يمثل إلى حد ما يسميه فون وايس المذهب والطائفة. يعتقد فون وايس أن الطوائف عادة ما تشبه المذاهب، ومن الصعب التمييز بينهما، ويميل إلى تشبيه الطائفة بالمذهب على أساس أن كلاهما ردود فعل مثالية. ولكنه يتفق مع واك أن الطائفة ردة فعل فرضية بصورة أساسية، حيث يقول: تكمن مصادر الإشباع العاطفي للسلوك الطائفي في الشخص ذاته بصورة كاملة يمكن أن تؤثر فيه نحوس الآخرين وسعودهم بالتأكيد، غير أن مركز الكون لديه هو الأنا. نعود إلى علي فنجد أن كل كل من الشيعة والصوفيين يجلونه وينتقدون معاوية لسلوكه الدنيوي. نعود إلى علي رضي الله عنه فنجد أن كل من الشيعة والصوفيين يجلونه وينتقدون معاوية لسلوكه الدنيوي. إن الصوفيين ينسبون ملابسهم الصوفية التي تميزهم إلى علي رضي الله عنه. يذكرنا هذا بالحقيقة الواقعية في أن الشيعة يشتقون تسميتهم من علي رضي الله عنه كما رأينا سابقا. يبدو أن اسم علي رضي الله عنه يمثل جميع أنواع الثورة ضد تلوث المثل العليا. ومن المفيد أن نلاحظ أن كلمة علي رضي الله عنه هي صيغة مبالغة للتعبير عن الشيء البالغ في العلو. يقول فيليب حيتسي: إن حركة الفتيان الفتوة المتأخرة التي طورت المراسيم والشارات المأخوذة من تقاليد الفروسية في القرون الوسطى، وكذلك حركة الكشاف الحديثة، جعلت علي رضي الله عنه فتاه الأول والمثال الذي يقتدى به في جميع العالم الإسلامي بالحكمة والشجاعة. ويعد الفتيان والدراويش المثال الذي يقتدى والنموذج فيما يعتبره أنصار روح معصوما من الذنوب، حتى اعتبره الغلاة تجسدا للذات الإلهية. وربما وجهت مسيرته الدنيوية الإخفاق، غير أن تأثيره استمر بعد موته بدرجة لا يسبقه فيها سوى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يبدو أن ابن خلدون الذي يمثل وجهة نظر البدوية يتساءل عن سبب المكانة السامية التي يحتلها علي رضي الله عنه في عيون المسلمين. إنه يشكك في شرعية الدعوة المتصوفة الذين يرجعون أصلا ملابسهم الصوفية إلى علي رضي الله عنه، حيث يقول: وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخليه ولا طريقة في لباس ولا حال، بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة، ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤطر عنه في الخصوص، بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة. يبدو أن ابن خلدون يتغاضى عن حقيقة أن زمان علي رضي الله عنه كان مختلفا كثيرا عن زمن الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كانت حياة علي رضي الله عنه حياة زهد في الوقت الذي كان أكثر المسلمين من حوله منغمسين في الاستهلاك الواضح وجمع الثروة. بكلمة أخرى، كان زمن علي رضي الله عنه الزمن الذي وصلت فيه معضلة الإسلام الذروة. كان الصراع بين علي رضي الله عنه ومعاوية في رأي ابن خلدون مجرد منازلة وقتية بين اثنين من المسلمين الصالحين، نجم عن خطأ بسيط من جانب معاوية ضد خليفته علي رضي الله عنه. إنه يفترض أن الذين قتلوا من الطرفين في الجنة، وهو يتجاهل مسألة أن هذا الصراع كان صراعا بين المثالية والواقعية. يظهر أن هذا الأمر هو نقطة الضعف لدى أكثر دارسي الإسلام. إنهم ينظرون فقط من طرف واحد ويهملون الطرف الآخر، ولذا فهم يرون صورة ناقصة عما كان يجري هناك.